أفضل تطبيق أو برنامج ممكن تعمل منه فلوس في سنة 2025، وده هيكون تطبيق للموبايل من تليفونك ومن بيتك وانت مطمئن. وكمان بيحتوي على خطورة عالية جدا، وفي نفس الوقت في أدوات استثمارية بدون خطورة تماما على حسب الرغبة اللي انت محتاجها. ممكن تستثمر وتحط فيه فلوس بسيطة وتشتغل عليه، وممكن كمان تحط فيه فلوس بأرقام كبيرة. ولكن قبل ده أو ده لازم تتعلم وتفهم وتعمل اللي عليك قبل ما تحط فلوسك. ولازم تعرف أي استثمار بيحتوي على خطورة وعلى مكاسب وعلى خسارة. والبرنامج ده مرخص من هيئة الرقابة المصرية داخل الدولة. ده ملهوش دعوة لا بالقمار ولا بالنصب ولا بأي حاجة في دماغك أنت متخيلها. ده تطبيق أسهم واستثمار في البورصة المصرية. ده بتستثمر فيه سواء في الأسهم، في أذن الخزانة، في السندات، لو عايز تحوش عليه، لو عايز تحسب عليه، لو عايز تفتح عليه حساب توفير، لو عايز تعمل أي حاجة عليه، كل ده موجود جوه التطبيق. بمجرد ما تنزل البرنامج ده وتفعله على التليفون بتاعك وتعمل عليه حساب، بتوقع على عقد إلكتروني، تمام، وبتفاعل معاك الحساب خلال من 3 ل4 أيام. تقدر تبدأ فيه من 5 جنيه لو أنت عايز، لأن في أسهم الأسعار بتاعتها بتبدأ من نص جنيه. يعني أنت ممكن تشتري أسهم، في أسهم نمو، في أسهم شركات كبيرة، في أسهم مستقرة، في أسهم شركات عالية الخطورة، وعلى حسب. وفي صناديق استثمار تقدر تحط فيها فلوسك، وهي اصلا هتدير لك الفلوس بتاعتك من غير اي تعب ومجهود منك. وفي صناديق ادخار تقدر تحوش من عليها، وبنفس الوقت بينزل عليها فايدة. وقبل اي حاجة انا بتكلم على محتويات البرنامج والتطبيق، مليش علاقة بالحلال والحرام. انت مطلوب منك تتحرى الحلال والحرام، وتعرف الصح من الغلط، وتعرف المناسب ليك، وتعرف ايه الشيء اللي هيكون ليك افضل. ولكن انا بشرح لك تفاصيل البرنامج اللي تقدر، او اي حد يقدر، سواء شاب او ست، راجل كبير راجل صغير، لسه بتبدا حياتك، تقدر تستثمر وتشغل فلوسك، وتلاقي في نهاية السنة ان شاء الله تلاقي ممكن ربح، بدل ما انت فلوسك بتضيعها وتصرفها على الحاجات اللي ملهاش لازمة. التطبيق اسمه ايه؟ التطبيق اسمه تطبيق ثاندر. تطبيق ثاندر مرخص من هيئة الرقابة المالية داخل الدولة. وده بالظبط بيتيح لك انك انت تحط الفلوس معك من 5 جنيه او من 20 جنيه، وتبدأ تستثمر فلوسك داخل التطبيق. ممكن تشتري اسهم صغيرة، ممكن تشتري اسهم شركات كبيرة مستقرة، ممكن تحوش في صناديق استثمار، ممكن تستثمر في صناديق استثمار عالية الخطورة ومنخفضة الخطورة، وممكن كمان تسيب فلوس